السلام عليكم، ازيكم؟ انا شيماء اللي اول مره يشوفني. النهارده بقى هنعمل مع بعض المحشي الكرنب بمنتهى السهوله. ومشكله معظم البنات اللي في اول حياتهم في بدايه جوازهم مش عارفين يعملوا المحشي ان هو بيلفوه ازاي. انا جبت لكم طريقه سهله بقى، ولا هنلف ولا هنعمل اي حاجه. بجد حكايه. وكمان شكله حلو جدا على السفره في اي عزومه او حاجه. بصوا بقى شكلها بجد جميلة جميلة، سواء هتاكليها بالشوكة والسكينة سواء هتاكليها بإيديكي. بصي هي حجمها حلو جدا، صغنونة على قد مسكة الإيد، رهيبة. عجبكم بقى الفيديو لايك وشير، واللي مش عندي يشترك علشان كل جديد عندي يوصل لكم. اول حاجه جبت معايا الكرنبايه، جبتها مقاس صغنون كده حلو، ورحت عاملاها قطع الحته اللي فوق كده زي ما انتم شايفين، وجبت ميه معايا على البوتاجاز بتغلي، ونزلت فيها بنص معلقه كبيره من الكمون، وكمان شويه من الملح، حوالي معلقتين كبار من الملح. وحطيت الكرنبايه بتاعتي وشها اللي انا فتحته هو اول حاجه بحطه لجوه. اول ما الاقي الميه بدات تغلي من الجناب كده، اقوم بقى ايه ان انا اقلب الكرنبايه بتاعتي على الوش التاني. برضه هي الميه بتغلي، ابدا اطلع بقى ايه ورقه ورقه. ما تطلعيش الكرنبايه بتاعتك علشان هتلاقي فيه ورق لسه ما استويش. احنا ايه عبال ما بنطلع ورقه ورقه الميه بتسوي بقيه الورق. تمام. هنبدأ ان انا اطلع الكرنبايه بتاعتي كده. اول ما بطلعها بقى بقوم نازله عليها بميه ساقعه علشان الورق اللي تحت ما يتهريش. هنعمل الخلطه بتاعتنا. هنحط حله على النار فيها شويه زيت وحته كده من السمنه او الزبده، انا ما كانش عندي سمنه، حطيت زبده بلدي. طبعا بسيبها ان هي تسيح كده معايا وتفك، وبعد كده هنزل بالبصل بتاعي. نزلت بقى يعني بحوالي نص كيلو من البصل، على كيلو الا ربع او كيلو من الطماطم. انا بحب الطماطم بتاعتها تبقى حمرا قوي، بس انا طبعا هنا هعملها بالصلصه اللي احنا كنا مفرزينها مع بعض. ما عندكيش الصلصه حاولي تحطي حته بنجرايه كده تضربيها في الخلاط وتقومي حطاها. ايه هي التوابل اللي انا نزلت بيها؟ عباره عن معلقه كبيره من النعناع المفروم، ونص معلقه من الفلفل الاسود كبيره، وكمان معلقه الا ربع صغيره من الكمون، وربع معلقه من الشطه او نص معلقه على حسب ما انت ما بتحبي. الصلصه بتاعتي هنا سبكت على طول، ما خدتش اي وقت. فرحت نازله على طول بقى بالرز بتاعي، وكنت مقطعه الخضره وايه ومجهزاها. الخضره بتاعت المحشي اللي هي الشبت والبقدونس والكزبره. بجيب وانا بالنسبه لي بشيل اللي هي ايه العروش بتاعتها دي في الاول، ما بحب اخد الورق بس. تمام. بص بقى هنقطع الكرنبايه ازاي. هنجيب كده ايه على الرخامه بتاعتنا، ونبدا نشيل اللي هي العصايه الناشفه دي، واقسم الورقه على اتنين. انا الكرنبايه هنا جايباها مقاس وسط كده، لا هي كبيره قوي ولا اللي هي الصغيره قوي، يعني حاجه صغنونه حلوه. تمام. هنا جبت صينيه بقى معايا، ودي بقى الاكواب المعياريه العاديه خالص خالص. شايفين الورق بتاعي اهو جاهز، ودي الاكواب المعياريه. هبدا اجيب الورقه بتاعتي، ونبدا ايه نعمل كذا زي الكور. بجد طريقة سهلة وجميلة زي ما انتوا شايفين، خطيرة خطيرة. يا اما تخبطيها كده وتنزل منك، يا اما بتشيليها بكل سهولة كده. يعني في كلتا الحالات هي بتتشال منك بسهولة خطيرة. هنا بصوا بقى دي ورقة اللي هي ايه اللي بيبقى فيها زي العصيان اللي هي الناشفة دي، او العروش الناشفة. انا هحط الاول اللي هي الحاجات الناشفة، وبعد كده اخلي الورقة الطرية هي اللي على الوش، وابدأ اضغط جامد بعد ما احطها، واقوم واخداها وانزل. ما تخافيش، ولا هيفك منك ولا هيجرى له اي حاجه. وتحطيه كده جنب بعضيه. تمام. بعمل اهو معاكم واحده تانية. الاكواب المعياريه هتاخدي اللي هو المقاس الصغير او قبل الصغير، يعني شوفي انت عايزه تعملي الحجم ايه واختاري الحجم بتاعك. بس هي لازم الحاجات دي تبقى واخده مقاس صغير، ما تاخديش المقاسات الكبيره عشان طبعا هيبقى شكلها مش حلو خالص. بناخد اللي هي المقاس الصغير في الأكواب المعيارية. والأكواب المعيارية متهيألي عند كل الناس دلوقتي، مفيش حد ما عندوش. مش عندك اعمليها في أي حاجة، أي معلقة صغننة عندك. هنا كملت الصينية بتاعتي، وحطينا طبعا ورق كرنب من تحت في الصينية كده زي ما انتوا شايفين. هبدأ بقى أنزل بمكعب من المرقة أفركه كده على الوش، بتدي طعم حلو جدا. وهبدأ الشوربة بتاعتي حطيت عليها 3 معالق كبار من الصلصة الهاينز، وهبدأ أنزل أسقي الكرنب بتاعي. هنزل لحد نص الكرنباية اللي احنا لفينها عاملينها كورة، وهبدأ بقى أغطي بورق فويل، وأكون مولعة الفرن بتاعي على درجة حرارة 200 على الرف الأولاني من تحت اللي هو جنب النار.
تمام، سِبتها كده قعدت معايا حوالي ساعة إلا ربع لساعة، استوت وألف هنا وشفا على قلبكم. عجبكم الفيديو النهارده لايك وشير، واللي مش عندي يشترك ويفعل الجرس عشان كل جديد عندي يوصل لكم. شايفين بقى الجمال، شايفين من تحت سواها والرز مستوي وطعمها خطير، خطيرة، خطيرة. يالّا بقى أسيبكم وأقول لكم مع السلامة.